حكما بوقف إجراء انتخابات الرئاسة المقرر بدءها بعد أسبوعين، كما أحال في الوقت ذاته قانون العزل الإداري إلى المحكمة الدستورية. في المقابل أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر. مصر ما بعد الثورة ترسم هيكليتها القيادية وتواجه العديد من الملفات الشائكة كالانتخابات الرئاسية وكتابة دستور توافقي. قضية المرشحين الرئاسيين برزت إلى الواجهة من جديد بعد حكم أصدره القضاء الإداري يقضي باستبعاد أحمد شفيق نهائيا من السباق الرئاسي، وهو آخر رئيس حكومة في عهد مبارك، والذي قال أنه لن يعترض على الحكم كي تمضي الانتخابات في مسارها. أصدر القضاء الإداري في مدينة بنها المصرية حكما بوقف إجراء انتخابات الرئاسة المقرر بدءها بعد أسبوعين، كما أحال في الوقت ذاته قانون العزل الإداري إلى المحكمة الدستورية. هذا وأصدر القضاء الإداري حكما يثبت قرار مجلس الشعب القاضي باستبعاد رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق من الانتخابات الرئاسية، ويحسم موقف القضاء الأمر في قرار منع شفيق من المشاركة في العملية السياسية الذي أصدره البرلمان من خلال استخدامه قانون العزل السياسي. المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية من جانبه أكد إجراء الانتخابات في موعدها المقرر. هذا وقالت مصادر صحفية أن المجلس يعتزم إعداد إعلان دستوري مكمل للإعلان الدستوري المعمول به في البلاد إلى المحكمة الدستورية للبت في مدى دستوريته. وفي المقابل أكد مصدر قضائي للصحيفة أن لجنة الانتخابات الرئاسية قضائية ويقع في نطاقها إحالة القوانين المشكوك في دستوريتها إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها. انتقدت صحيفة القدس العربي في افتتاحيتها استطلاعات الرأي في مصر التي تؤكد دائما على تقدم المرشح عمرو موسى على خصمه عبد المنعم أبو الفتوح، لافتة إلى أن هذه الاستطلاعات بالكاد تذكر المرشحين الآخرين مثل أحمد شفيق أو محمد مرسي زعيم حزب الإخوان أو الدكتور المثقف والإسلام المعتدل محمد العوا. الجهات المشرفة على هذه الاستطلاعات هي في الغالب غير موثوقة. من الواضح أن هناك جهات في مصر قد يكون المجلس العسكري الحاكم على رأسها تفضل موسى على غيره من المرشحين باعتباره غير إسلامي ومعروفا دوليا وعربيا، بينما يرى فريق آخر معظمه من الإسلاميين أن السيد موسى هو من رجالات النظام السابق وخريج مدرسة كامب ديفيد رغم محاولاته المتكررة لنفي ذلك. حرارة السباق ستشتد في الأسبوعين المقبلين حتما في حال استمرار المجلس العسكري الحاكم في موقفه بإجراء الانتخابات في موعدها. تصدر السيد موسى استطلاعات الرأي يظل نوعا من تمنيات بعض الجهات ومحاولة لتحسين حظوظه الانتخابية، والشيء الوحيد شبه المؤكد أن الرئيس القادم إما سيكون إسلاميا أو مدعوما من قبلهم، وبهذا فإن حركة الإخوان هي الورقة الأقوى. يختار الجزائريون اليوم أعضاء المجلس الشعبي الوطني في 5 انتخابات تشريعية تعد المصريين إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية. وقبل أسبوعين من دخول العملية الانتخابية حيز التنفيذ اتخذت محكمة القضاء الإداري التابعة لمدينة بنها عاصمة محافظة القيلوبية خطوة قلبت الطاولة تمثلت في قرارها تعليق العملية الانتخابية، قرار ترتب على حكم القضاء الإداري بوقف تنفيذ لجنة انتخابات الرئاسة إحالة تعديلات قانونية سميت إعلاميا قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا. وفي حيثيات الحكم اعتبرت المحكمة أن لجنة الانتخابات بإحالتها القانون على المحكمة الدستورية تجاوزت صلاحيتها كلجنة إدارية بحتة